السلام عليكم ورحمة الله، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما كامل في صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اليوم. ما حبيتش نشارك معكم الوصفة، حبيت نشارك معكم هذا الطابع وهذا المول تاع السيليكون اللي راني رايحة نوريه لكم، اللي راهم دايرين ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوفوا إلى يستاهلوا هذه الضجة ولا لا. هي معناتها العرايش حاجة ولا حلوى جزائرية تقليدية تشد اليد، حاجة مليحة بزاف كي داروا لنا لي مول وهذو تاع مول تاع السيليكون ولا هذو طوابع. مي بصح دوك نسيوهم وحبيت نجربهم معاكم ان شاء الله في هذا الفيديو باش نشوفوا الى يسحقوا هذه الضجة ولا يوالموا باش نخدموا بهم، قصدي يساعدونا ولا لا. اللي مهتمة نقول لك شوفي الفيديو حتى للآخر. أكيد نبدا لكم، سمحوا لي. نبدا لكم بالوصفة، من بعد نروحوا للاستعمال تاع هذو لي مول. الوصفة تاعنا تاع العلايش راني ديجا شاركتها معكم في فيديو خاص، معليش نعاود نذكركم بالمقادير. درت هنا كيلو تاع فرينة مع 2 ملاعق أكل سكر ناعم، ندير معاهم 500 غرام مارغرين تكون بحرارة المطبخ، تكون طرية، مع ملعقتين حتى 3 أكل زيت، ملعقتين أكل زيت. ندخل المارغرين مليح في الفرينة. هنا برك نقول لكم سمحوا لي برك على الجفنة، راهي تجيه انحرقت لي في الحقيقة. وهنا في الدار هذا واش خليت معناتها جفنة في الدار، دوزاني كامل تاع الخدمة ولا تاع الحلويات راهم كامل وين في الورشة تاعي وين نعلم البنات. وهنا كثر من حرقت لي بجيه، الوغ اسونسيال صح في الوصفة وصح في الفيديو ان شاء الله يكون مفيد. هنا بعد ما دخلت مليح زبدة تاعي في الفرينة، هنا نبدا نبل. درت نص كاس تاع حليب مع نص كاس تاع مزهر، نتوما تنجموا ديروا نص كاس تاع ما مع نص كاس تاع مزهر، معناتها ماكمش ملزمين بالحليب. ندخل الكميه تاعي تاع السوائل كيما راكم تشوفوا. هنا بالك راهي بينت لكم بلي راني نعرك، وانا مانيش نعرك، راني لايم برك، معناتها كتن الجفنه مفتوحه هكا تساعدني كي نخدم زوج يدين، تساعدني خير. نبدا نلايم، وباش تعرفوا باللي العجينة راهي مخصوصة ولا ماهيش مخصوصة تاع سوائل، ليموها في يدكم ولا كوروها في يدكم. إلا نشقت لكم معناتها مخصوصة شوية، وإلا ما نشقتش راهي مليحة. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا فيها حتى تشققات. نحطها تريح لي بجيه. اسمحوا لي. من بعد نبدا ندير في لافارس. طبعا هنا درت 3 كيلات تاع لوز، درتهم بومبي مع كيلة تاع سكر، درت لافاني مبشور ليمون، وملعقة صغيرة تاع زبدة عفوا، ونبدا نبل بالبيض. هنا دايما نقول لكم ديروا ولا روحوا وحده وحده باش لاباط، باش لا فارس ما تجرى لكمش. لا فارس الا درتوها جاريه راهي رايحه تخسر لكم كامل الشكل تاع العرايش. من الاحسن روحوا وحده وحده خير ملي توخذوا اللوز تاعكم. سمحوا لي البنات. انا هنا دوكا العكس تاع لاباط، انا راني لايم وراني نعرك في وقت واحد باش هذاك السكر يذوب. هو قد ما يذوب لكم قد ما راه رايح هو يلايم اللوز ولا هو يلايم لافارس. فوالا كيما راكم تشوفوا حتى تحصلوا على لافارس تكون طريه. لافارس تاعنا تكون طريه ماشي جاريه وماشي ناشفه ثاني. نوزنوا لاباط 35 حتى 38، اللي تحب الحبه كبيره 38، ولافارس 15 حتى اللي تحبها لداخل تجي معمره بزاف تنجم حتى 20. انا وزنتهم 15 ولاباط 38. لاباط اللي تحبها تخليها تريح تخليها، مي اللي تحب تخدم قباله تخدم قباله. هذه لاباط بزاف شابه وبنينه ثاني. انا شتوني فتحت لاباط ودرت لافارس تاعي على شكل حرف تي، نتحصل على هذا المثلث ونقرص ونبدا نشكل في العرايش تاعي. هنا من معناتها من الاول ديجا العرايشه تاعنا رانا رايحين نشكلوها باش نسيو هذا المول الاول.
معناتها ديجا رانا بدينا نخدمو هنا. شكلته كيما راكم تشوفوا نفس الشكل على حرف تي، على حساب الطابع اللي راكم تشوفوا فيه. من بعد هنا لازم تخدموا بساشي. أنا خدمت بهذا الساشي تاع البوراك، هذا بزاف هايل معناتها نستعملو فيه بزاف صوالح. ونبدا ندخل في حبة العرايش تاعي. شوفوا كيما راكم تشوفوا هنا الحاجة الأولى رانا رايحين نتعذبوا بزاف باش ندخلوها باسكو بزاف رقيقة، والوقت أنا جاب لي ربي الوقت اللي نديه، وغير وأنا ندخل في الحبة تاع العرايش تاعي في الطابع. معناتها هذا الوقت لو كان راني خدمت حبات قمتها كامل وفينيتها وحطيتها. هذه أول ملاحظة. كيما راكم تشوفوا هو أصلا ماهيش راح تدخل، لازم تسعفوها باش ثاني لافاغس ما تخرجش من العجينة، باش ما نثقبوش لحبة العرايش تاعنا ولافاغس معناتها ماهيش راح تدخل. كيما راكم تشوفوا هنا الوزن لو زدتوها 35 مع 15 راهي نورمالمون 50 ولا 55 غرام. نورمالمون راهي 50 غرام. هذه هي الحاجة الأولى. هنا صافي أنا كي نخرجها راني رايحة نعاود نخدمها. شوفوا شحال يدي الوقت، راني حنعاود نخرجها ونخدمها باسكو ديجا ما تخليش كامل. ومام إلا درتو حبة بزاف صغيرة ماهيش راح تجيكم مشابة، معناتها راح ديروا الوزن نتاع المول ولا تاع الطابع تاعكم حتجي الحبة تاع العرايش بزاف صغيرة. تنجم تدخل معناتها لا صغرتو في الوزن تاع لاباط ولا فخس حتنجم تدخل لكم، قادرة تدخل بصح تجي بزاف صغيرة وتجيكم ثاني هابطة ماهيش راح تجي عالية. من بعد نديرها عندكم حنا ماطفين نديرو العرايش تاعنا بصباحتينا. وهذه الأداة أنا صراحةً عجبتني هذه الحاجة خاصةً للمبتدئات كاين بزاف بنات ما يعرفوش يشكلوا هذا الشكل بالذات الأخير ولا يدهم تكون ثقيلة. معناتها بالك هذه لا شراوها راح تنفعهم في هذه البلاصة اللي راكم تشوفوا فيها، هذه البلاصة اللي تفيني لنا حبة العرايش. هذا هو الطابع الأول أنا ما ننصحش به وما عجبنيش، وراني عارفة باللي بزاف حلواجيات اللي كيما نقولوا المحترفين اللي يخدموا ماش حيساعدهم كامل باسكو شوفوا شحال ديت وقت. معناتها لو كان راني خدمت واحد 2 حبات ولا 3 دوكا نستعملوا هذا الطابع الثاني. هنا لا انتبهتوا أول حاجة اللي كيما راكم تشوفوا حبة العرايش هنا راهي بالعكس. حنا حبة العرايش تجي الشكل تاعها شوفوا هكا باش تشوفوا بعينيكم خير، تجي حسب عقارب الساعة والمول راهو عكس عقارب الساعة. معناتها حنا كي نقولوا حبة عرايش خلاص شفناها بهذا الشكل، معناتها كي نشوفها باينة بلي راهي حبة العرايش تاعي بالمقلوب. بصح معليش حنا نكملوا. راني درت حبة معمرة. أكيد حنقلبها باش وين غلقت هو يجي من التحت. ودايما نستعملوا هذا الساشي اللي راكم تشوفوا فيه. هذا العكس، هذا المول تاع السيليكون العكس تاع الطابع الأول. هذا المول جاي شوية عريض، الكمية تاعو أنا كي وزنت حبة حكمت شوية لاباط وعمرتها قاع بهذا المول ووزنتها صدت فيها 85 غرام. 85 غرام حبة بزاف كبيرة لحبة عرايش وبلا طلية. درت الميزان تاعنا قلت معليش تجي شوية هابطة. شوفوا الشكل تاعها. الحاجة الأولى راهي هابطة، الحاجة الثانية راهي بزاف عريضة. هذا راهو يشبه شوية مام العرايش تاع بكري وماشي هكا عريض، خاطر علاه كي ندخلوه للفرن أكيد راح يزيد يخشن شوية، معناتها يزيد يديفلوبا شوية. الوغ مام هذا مانيش حنصح بيه. شوفوا الفرق بين هذه الحبة وهذه الحبة، لا علاقة. الحاجة الأولى جاية معكوسة، الحاجة الثانية جاية بزاف عريضة وهابطة. العرايش تاع دوكا اللي راهو تجي عالية شوية ورقيقة مع اللي زيد تنتفخ في الكوشة هذيك هي. معناتها ني هذا صالح ولا هذا صالح. وهذا رايي أنا، كاين بزاف بالك خدموا به وخرج عليهم، مي رايي أنا كحلواجية ومالفة نخدمها بيدي ونتقنها بيدي خير من اللي نقعد نضيع في الوقت
تاع ندخّل من ونعاود نخرّج من وبعد نقلب من، وأنا في الأصل كي نبدا حنبدا نخدم بيدي. حنا ماذا بينا لو كان ولا غير داروا لنا حاجة معناتها عملية تسلّكنا، أنا شفتو بلي هذا ماهوش حيسلّك au contraire معناتها بالاك حيعذّب أكثر وأكثر، وكل واحد والراي تاعو. هذه هي حبّة تاع العرايش اللي نخدموها، ندير هذو 3 صباحتين بالنسبة للمبتدئات وندوّر عليهم، ولا نخدمو قبالة اللي موالف يخدم قبالة، معناتها مام صبحتيه ما يديرش هذا التقنية تاع صبحتيه. شوفوا في ثواني راني درت حبّة تاع العرايش تاعي. فوالا هذه هي النتيجة اللي راكم تشوفوا فيها. أنا حبيت نشارككم. هذه هي كمّلت كامل العرايش تاعي، أكيد خليته بات باش غدا من داك طيبته. أنا هنا مش راح نوري لكم لا finition خاطر ماشي هذا هو الهدف من هذا الفيديو. وريت لكم برك كي يصلحوا هذا الطابع و والمول الآخر تاع السيليكون. أنا هذا هو كان رايي، معناتها أنا جاوني ثقال في زوج وفي زوج ما يوالموش العرايش، وكل واحد أكيد ورايو، احترامي للكل. يعطيكم الصحة اللي وصلتوا حتى لهنا، وإن شاء الله نتمنى يكون هذا الفيديو مفيد يا لو كان بحاجة قليلة. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر مع وصفة أخرى، في أمان الله.